يا صباح الخير، مفيش أحلى ولا أجمل من إننا نصحى الصبح نلاقي طبق قرص طرية بالعجوة أو سادة تجنن زي الطبق الحلو اللي احنا شايفينه ده، ونظيفة وطرية ومعمولة بكل حب في البيت لينا ولولادنا. عملنا في القناة مع بعض أكتر من وصفة وطريقة للقرص الطرية. الطريقة دي الحقيقة اقتصادية وسهلة وسريعة، وإن شاء الله هتعجبكم جدا. مقاديرها كلها موجودة في البيت، وكمان مش بتتكلف كتير بصراحة يعني. فإن شاء الله إن شاء الله أنا واثقة إنها هتعجبكم. قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة نسمي الله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ نشوف وصفتنا الحلوة دي مع بعض، وإزاي هنعملها بكل سهولة وفي وقت يعني قياسي في الحر دوت. العجائن مش بتاخد تخمير خالص، وده هيساعدنا جدا إننا لو عايزين نعملها في الفطار قبلها بساعة، بس قبل الفطار بساعة نكون إن شاء الله عملناها ونفطر بيها، وهيبقى أحلى فطار. ان شاء الله هسيب لكم تحت الفيديو كل الوصفات بتاعه القرص اللي احنا عملناها مع بعض في القناة، عشان اللي عايز يرجع لها يقدر يرجع لها بكل سهولة. فطاري اللذيذ، انا بحب جدا جدا المعجنات زي كتير منكم اكيد طبعا. اللي بيحب المعجنات يكتب لي تحت في الكومنتات بيحب ايه بالظبط منها، علشان نعمل مع بعض وصفات كتيرة جديدة بإذن الله، واعمل لكم الحاجات اللي انتوا بتحبوها اكتر حاجة. ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف محتاجين ايه. عندي ده نص كيلو من الدقيق، وكوباية من السمنة، ونص كوباية مية، ومعلقتين كبار سمسم، ومعلقة شمر على ينسون مطحونين ودي اختياري، وطبعا خميرة وشوية من السكر. دي كل مكوناتنا. في البداية هجيب نص كوباية المية، هضيف عليها معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية. هنقلبهم مع بعض كده كويس قوي ونغطيها، ونسيب الخميرة تخمر وعشان نتأكد انها مظبوطة وسليمة معانا. هنيجي بقى على الدقيق، ده نص كيلو. هنضيف عليه نص معلقة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من السكر. عايزين تزودوا السكر شوية عن كده تقدروا تعملوا كده، لكن هي كده مظبوطة. ودول معلقتين كبار من السمسم المحمص، معلقة كبيرة من الشمر واليانسون المطحونين مع بعض، ودول بيفرقوا جدا يا جماعة في طعم القرص، لكن اللي ما بيحبهمش او مش متوفرين نقدر نستغنى عنهم لو عندنا في التلاجة ريحة كحك، كيس فانيليا، اي حاجة تدي القرص بتاعتنا ريحة حلوة وهي بتستوي. كوباية بقى كده من السمنة، انا واخداها على طول من العلبة او من البرطمان سايحة كده كده، بقى الجو حر وهي في دولاب المطبخ فبتبقى سايحة. لو متجمدة قوي في التلاجة ممكن يدوب بس ايه ندفيها تفك من بعضها. الخطوة المهمة بقى في القرص اننا لازم نبسها يعني نعملها زي ما انا بعمل كده، بنفركها كده يا جماعة بين ايدينا عشان ننعم الدقيق مع السمنة بكل سهولة كده بنعملها. ولو عايزين طب نعمل كمية اكبر هنضاعف المقادير بكل سهولة. من احلى واجمل الوصفات بجد للقرص الطرية، حقيقي خطيرة. يعني انتوا لما هتدوقوها هتستغربوا هي ازاي مش متكلفة حاجة كده. يعني كل المكونات ان شاء الله موجودة في البيت، كلنا بيبقى عندنا دقيق وسمنة والحاجات دي. هضيف بقى هنا الخميرة، كانت ارتفعت وعليت زي ما احنا شايفين كده، نص كوباية المية وعليها الخميرة. هنعجن كده بالشكل اللي احنا شايفينه ده، ونلم العجينة على بعضها ونخلط المكونات كويس جدا. انا وانا بعجن لقيت العجينة محتاجة شوية سوائل كمان، هضيف عليها حوالي معلقتين من الحليب، وطبعا نقدر نضيف مكانهم معلقتين من المية. انا عشان كان جنبي الحليب فضفت ليها حليب، لكن نقدر نضيف تاني مية نكمل بيها العجن. خدت بس هما معلقتين على نص كوباية المية اللي كان فيها الخميرة. سيبها بقى ترتاح حوالي 10 دقايق بس على ما نبدأ نجهز الايه العجوة بتاعتنا. ده نص باكو كده من العجوة، والنص باكو عجوة بيكفي النص كيلو دقيق. هضيف عليه معلقة كبيرة كده من السمنة البلدي ومعلقة صغيرة من القرفة، وعجنها مع بعضها كده بكل سهولة. زي ما احنا شايفين الجو بما انه حر كل حاجة هتلاقيها في المطبخ يعني ايه سهل قوي التعامل معاها. كالعادة هنبدأ نكورها بقى ايه كور صغيرة كده عشان نجهز العجوة قبل ما نبدأ نشتغل في العجينة. هنخلص كل الكمية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نقدر طبعا نعمل نفس العجينة دي لو حابين بدل القرص تبقى قراقيش، طبعا نقدر نعمل العجينة دي قراقيش مش قرص.
هنبدأ بقى ايه نحشي. جهزنا كده العجوة، نبدأ بقى نحشي القرص بتاعتنا. قطعة كده من العجين تكون متوسطة. حجم القرص طبعا انتوا تتحكموا فيه زي ما انتوا حابين، كبيرة صغيرة. انا عملتها متوسطة، ولا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. قفلنا عليها كده كويس جدا، وبالسكينة بقى هنبدأ نعمل ايه فتحات زي ما احنا شايفين كده بكل سهولة. بتطلع خطيرة خطيرة يا جماعة. القرص دي وصفة من الوصفات اللي هتعجبكم قوي. نعمل واحدة كمان مع بعض علشان تبقى الطريقة واضحة للكل. هي طريقة تشكيلها ولا أسهل ولا أبسط من كده، ولا محتاجين أدوات ولا نشابة حتى ولا أي حاجة. صاج مش مدهون أي حاجة، أو صينية ألمونيوم. انتوا عارفين أنا طبعا بفضل تسوية المعجنات دايما في الصواني الألمونيوم. بتدي نتيجة خطيرة. ليه؟ لأنها بتوزع الحرارة كويس قوي. أما الحاجات اللي بتبقى تيفال أو كده، الحاجات اللي بتبقى مطلية من جوه شوية، مش بتوزع الحرارة كويس، وكمان بتخلي الحاجة تستوي بسرعة، وبتبقى أحيانا لسه ما استوتش من جوه. فلو في صواني ألمونيوم خلينا نسوي فيها أحسن. هنكرر طبعا نفس القصة اهي بنفس الطريقة. ما شاء الله، انا مش عايزه اقول لكم العجينه دي هتعجبكم قد ايه، ومقاديرها مظبوطه ان شاء الله بالملي. انا عايزه اقول لكم ان انتوا هتعتمدوها وهتعملوها كل يوم. ليه؟ لانها سهله جدا، وبصراحه ما بتتكلفش كتير. السمنه في البيت كده كده، دايما البيت فيه سمنه، والدقيق. طب لو حد عاوز يسأل ويقول لي ينفع نعجنها من البداية بلبن؟ ينفع نعجنها من البداية بلبن. بدل المية نضيف الخميرة، معلقة الخميرة ومعلقة السكر في نص كوباية من الحليب الدافي. طيب ينفع نعملها بلبن بودرة لو مفيش لبن طبيعي أو حليب في البيت؟ اه ينفع نضيف معلقتين لبن بودرة على العجينة، بيخليها تحفة وبيخلي لونها خطير. المقصود اننا كل حاجة في البيت متاحة هنستخدمها، يعني مش هنوقف نفسنا على اي حاجة خالص. هنا خلاص هنسيبها طبعا تختمر حوالي ربع ساعة في الحر ده كمان بعد التشكيل، مش اكتر من كده. ما تنسوش ان احنا اصلا يدوب ريحنا 10 دقايق في البداية قبل ما نشتغل فيها. بصوا بقى النتيجة. هتدخل الفرن في الشبكة اللي في النص، في نص الفرن، على درجة حرارة 180. بتقعد مش اكتر من 15-20 دقيقة بالكتير. وبعد كده بنفتح عليها الشواية، او لو الفرن والشواية بيشتغلوا مع بعض يبقى نفتح الشواية في اخر 5 دقايق من التسوية بتاعة الفرن، يبقى الفرن والشواية يشتغلوا سوا. ريحتها بقى يا جماعة مش عايزة اقول لكم، انتم ما هتجربوها ان شاء الله هتعرفوا قد ايه ريحتها خطيرة. وطعمها طبعا يجنن. وما عملناش حاجة يعني متعبة ولا حتى اتكلفنا كتير. هنا بتكون خلصت وصفتنا للنهاردة. اتمنى ان شاء الله انها تكون عجبتكم. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش بقى اللايك والشير وتفعيل جرس الاشعارات على الكل عشان يوصل لكم اشعارات بكل وصفاتي الجديدة اول باول. وتابعوني على الانستجرام باسم مطبخ لولي البحراوي، وعلى الفيسبوك. والسلام عليكم.